الكلمة الحرة بتبقى عاملة زي كشاف النور كده في عز الضلمة، فبتكشف كل الجرائم اللي عايز الدكتاتور يخبيها. احنا الكابوس اللي السيسي كل ما يروح دولة أوروبية يحرض علينا. وتوفر لهم المنازل الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب. خصص مليارات من فلوس المصريين عشان بقى يشوه الإعلام بتاعنا، ويطلق أيضا شبكات زي DMC وإكسترا نيوز، وصولا بقى إلى الطرق الرخيصة بتشويه سمعتنا أو سمعة العاملين في القنوات دي. القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لم يتبقى لعبد الفتاح غير احنا الحصن. خلاص السيسي خلاص عايز يطفي النور ده بأي شكل. فرم المعارضة، قتل الثوار، اعتقل الشباب. احنا الشبح اللي بيطلع للسيسي في منام، ولأن القنوات دي عامله له صداع وبتزود وعي الناس اللي بيعتبر أكبر خطر عليه. وعي الناس أكبر خطر على السيسي وعلى بقائه في الكرسي. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة. الثورة يخطط لها المفكرون ويقوم بها الشجعان ويجني ثمارها الانتهازيون. شعوبنا تحب الدين، حتى الفجر في أمتنا يحب الدين. شباب الأمة اليوم لا يعرفون نظام الملك للأسف. نموذج عالي للوزير الصالح الفعال. لن ينقذ هذه الأمة إلا المخلصون من الحكام والعلماء. يأتيكم في الأوقات التالية. الثورة ناويين يسرقوها طبعا، وأنا أقولها لكم بأعلى صوت أستطيعه. أنا لست ممن يثقون في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل إنني أعتقد أنه يلعب اللعبة الكبرى.
اهلا بكم. الحقيقه اصداء وتداعيات خبر شتيمه الاخ تامر في اخواننا في الصعيد كان هذا العاجل يا حضرات. تامر اتعرض خلاص 20 مارس المحاكمه بتاعته، لكن الخبر العاجل حالا او اللي حصل ده الاعلاميين الغاء تصريح مزاوله المهنه لتامر امين لمخالفته ميثاق الشرف الاعلامي. الغاء ده في مصراوي، ده على عهدة مصراوي اهو السبت حالا، اهو السبت الحقيقة على طول أكدت نقابة الإعلاميين أنه عقب انتهاء التحقيقات اليوم السبت مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار والتي استمرت قرابة 3 ساعات ونصف الساعة، انتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة في فقرات 2 4 5 9 7 إلى آخره. وبحسب بيان النقابة اليوم نصت تلك المواد على الفقرة 2 أو نصت الفقرة 2 على احترام الأديان السماوية والقيم وآداب إلى آخره إلى آخره. ودور الإعلام خالف أمين الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين. المواطنين طبعا اللي تبع السيسي، لكن اي حد غير تبع السيسي خلاص انتهك حقه. واضافت النقابه انه بناء على ذلك صدر قرار النائب الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم 10 سنه 21 بالغاء تصريح مزاوله المهنه الصادر لتامر امين لمخالفته ميثاق الشرف الاعلامي في المواد سالفه الذكر. كده يا حضرات تامر أمين لا يجب عليه ولا يصح أنه يطلع على قناة تاني. أهو لن يمارس المهنة تامر أمين أمام تحقيق النقابة، ما كانش قصدي واعترف بالمخالفة. وأدي الصورة أهو لتامر وبيتحقق معاه. وخلي بالك الصورة ما تطلعش كده، ما تطلعش عادية كده، ده مطلعين الصورة عشان يهدوا الصعايدة. أهو وهو قاعد بيتحقق معاه مطلعينه عشان يهدي الصعايدة. في النهاية سحبوا منه تصريح مزاولة المهنة. كده تامر أمين حتى الإذاعة لا يجب عليه ولا يستطيع أنه يشتغل عليها. نقيب الإعلاميين بيقول أن تامر أمين لن يمارس المهنة، لن يمارس الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة. كده تم القضاء على تامر أمين. تامر أمين اترمى للأسود، واحد من أراجوزات النظام. ودي رسالة زي ما قال سقراط لكل أراجوزات النظام، اللي هيقع مش هيتسمى عليه. خلينا نسمع كده آراء بعض الناس عن خطأ تامر أمين. ده بيدل على مستوى الجهل اللي احنا وصلنا إليه. يعني ما دول كبيرة قوي عدد سكانها أكبر مننا ومحققة نمو اقتصادي وعندها التضخم قدروا يكبحوا جماحه وبقى يعني مستواه مش مرتفع قوي. ما اعرفش يعني احنا ربنا ابتلانا باعلام فاسد، ما اقدرش اقول لك غير كده. لا هو فاهم ولا هو عارف حاجه. النمو الاقتصادي مرتبط يعني تعالى كلمني عن اداره الدوله ودورها في تخفيض الاسعار. قول لي سلعه واحده انخفض سعرها او سلعه واحده حتى ثبت سعرها. انت بدل ما تكلمني انت بتدخلني في قضايا جانبيه مش هي القضايا الاساسيه. ما دول اقتصادها كبير قوي زي اندونيسيا وماليزيا والصين، دول حجم سكانها كبير قوي ومع ذلك ما بتعانيش، ما بتقولش سكانها ما تخلفوش ما تتجوزوش ما تعملوش. هي انا شايف ان الكثافه السكانيه ملهاش يعني اي مدلول على ضعف الاقتصاد او الكلام ده كله. يعني احنا عندنا دوله زي الصين والهند دلوقتي متطورين جدا، يعني فممكن احنا نشتغل على نفسنا في حاجات تانية، يعني نقوي بيها الاقتصاد ونقوي بيها البلد يعني. والكثافه السكانيه هتساعدنا في الكلام ده. ده حقيقه، دي حقيقه انا ايده في الكلام ده. يعني حتى لو في ناس هتختلف معايا، بس انا شايف ان مش عائق ان انا ما اتطورش يعني. بس انت المفروض تستخدم الكثافه السكانيه ديت في صالحك مش ضدك. يعني الصين الكثافه السكانيه تعدي تعداد مصر بمراحل، ومع ذلك بيقدروا ان هم يستخدموا الكثافه السكانيه ديت في الايدي العامله والصناعات
وي 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 انت ما تجيش تعلق على الكثافه السكانيه مثلا ان انت تقول ان دي مشكله وعبء وبيشغلهم في ورش. طب ما هو بيشغلهم في ورش، طب ما دي حاجه كويسه يعني. ولا بيشغلهم رباب بيوت، هو ايه المشكله لما يشتغل رباب في المنازل يعني؟ مش شغلانه عيب ولا حرام يعني. بس فانت بدل ما تبدا تشوف حل ان انت للكثافه السكانيه ديت، انت بتقعد تقول لا ما تخلفوش كتير بصراحه انا مع الناس اللي اعترضت عليه، وهو ما ينفعش يقول حاجه زي دي. بالنسبه للاعلاميين يعني انا شايف ان هي دعوه للفتنه بين الناس. يعني موقف تامر امين كاعلامي واعلامي معروف ان هو يتكلم على اهل الصعيد باللهجه اللي اتكلم بيها عليهم، طبعا كلام غير مقبول، كلام ما يصحش. يعني انت بتتكلم دلوقتي على الصعيد، فصيل من يعني يعتبر فصيل هام جدا في الشعب، يعني تقريبا تلتين مصر وهي صعيد مصر. فانت عشان تتكلم وتطلع تهين اهل الصعيد بالطريقه دي طبعا امر غير مقبول. يعني الصعيد دي قوه وكنز المفروض الدوله تستغله. مش هيطلع اعلامي واعلامي مشهور وبارز زي تامر امين يطلع يهاجم اهل الصعيد ويقول لهم انتوا بتخلفوا مش عارف ايه، تروحوا تشغلوا وتشحنوا بناتكم، ايه الكلام؟ طبعا ما يصحش الكلام اللي اتقال ده. المفروض ان انا عند الصعيد دوت منطقه كبيره وكثافه سكانيه عاليه لا يستهان بيها. ابدا انا كدوله ابدا ان انا استغل الصعيد ده، ابدا ان انا احييه زي ما بيقولوا، مشروعات قوميه تقدر انها تستقطب الزياده السكانيه لو اعتبرناها زياده سكانيه. اقدر ان في هناك قرى كامله بلا خدمات، اقدر ان انا ادخل لها الخدمات، اقدر ان انا استغل الناس دي استفيد بيها، لان ده مواطن في الدوله ليه حق زي ما انا كدوله يعني المواطن باخد منه حق الدوله، بيروح يخدم في الخدمه العسكريه، بيروح في الخدمه الوطنيه، ما شابه في اي حاجه. ده المواطن ما بيتاخرش. اهل الصعيد يعني ناس محترمين جدا وما بيتاخروش في حاجه. ايه ده؟ تحيه للشعب المصري يا جماعه، دول مش خبراء اقتصاد، ده شعب عادي في الشارع ماشي. شفتوا الراجل ده قال ايه؟ شفتوا الراجل ده قال ايه؟ ده مش خبير اقتصاد، ده بني ادم مصري عادي جدا. اسمعوا كده بيتكلم على استيعاب الزياده السكانيه، اسمع حته منه، جزء منه، اسمع. ده بيدل على مستوى الجهل اللي احنا وصلنا اليه. يعني ما دول كبيره قوي عدد سكانها اكبر مننا ومحققه نمو اقتصادي وعندها تضخم قدروا يكبحوا جماحه وبقى يعني مستواه مش مرتفع قوي قوي قوي. ما اعرفش يعني احنا ربنا ابتلانا باعلام فاسد، ما اقدرش اقول لك غير كده، لا هو فاهم ولا هو عارف. الراجل الثاني، اسمع الراجل الثاني قال ايه. الناس فاهمه يا جماعه ان دي اسطوانه، واسطوانه مشروخه يا عبده. اسمع راي الناس يا عبد الفتاح، دي ناس عاديه في الشارع فاهمه احسن منك وفاهمه ان دي اسطوانه قرعه. سوري اسف. اسمع الراجل اللي بعد كده قال ايه. شاب اللي بعد كده اللي بعد الراجل ده، شوف الراجل ده عبقري. واللي بعده اسمع الراجل ده. فممكن احنا نشتغل على نفسنا في حاجات تانية، يعني نقوي بيها الاقتصاد ونقوي بيها البلد يعني، والكثافه السكانيه هتساعدنا في الكلام ده. ده حقيقه، دي حقيقه انا ايده في الكلام ده. يعني حتى لو في ناس هتختلف معايا، بس انا شايف ان مش عائق ان انا ما اتطورش يعني. بس انت المفروض تستخدم الكثافه السكانيه ديت في صالحك مش ضدك. يعني الصين ايه ده يا جماعه؟ اسمع يا عبد الفتاح، دي ناس عاديه، دي ناس ما عندهاش دراسات عليا في الاقتصاد، دي ناس بتتكلم لا وبتدلل. ما هو انا ممكن اتكلم، ممكن اقول لك اي كلام، بس الناس بتدلل على وجهة نظرها. بتتكلم على اندونيسيا، على ماليزيا، على الصين. الناس بتحكي لك يا عبده ازاي الكثافة السكانية دي المشكلة مش في كثافتها، المشكلة في طريقة ادارتك انت ليها. قسما بربي الكلام ده قاله الاقتصادي الكبير محمود وهبة معايا يوم الاربعاء اللي فات. عمر الكثافة السكانية ما كانت مشكلة، المشكلة انت ازاي بتديرها. ده الكلام اللي بيقولوه. لكن هنقول ونعيد لمين؟ انما بالنسبة لاخواننا الصعايدة انا اكيد دلوقتي انتوا هديتوا. تامر امين اتلغت مزاولة المهنة، مش هنشوفه تاني على الشاشة. بس قبل ما تفرح قوي خلي بالك الجملة كانت بتقول لفترة. مش على طول يعني. هات كده الخبر بتاع لفترة. لفترة سحب تصريح مزاولة المهنة لفترة، ما قالوش مدى الحياة. اسمع بس الكلام يا ابن عمي عشان بس ايه الشيطان ما يركبكش. الغاء تصاريح لمخالفة الشرع، لا مش ده، لفترة. لا في خبر اللي بعده. نقيب الاعلاميين قال لفترة،
مش على طول، لفترة. يعني ايه؟ يعني شوية كده. يعني ايه شوية؟ يعني لحد ما اخواننا في الصعيد يهدوا. الله، جبت الكلام ده منين؟ انت هتفتي اهو. تامر امين ده نقيب الاعلاميين لن يمارس الاعلام طوال فترة الغاء تصريح مزاولة المهنة. فترة. الفترة دي تخلص امتى بقى؟ لما الدنيا تهدى. الله، انا هفتي بهبد دلوقتي؟ لا، مش بهبد، لا، ما احنا فاهمين بعض. انت فاكر البت ريهام سعيد لما طلعت قالت التخان ومش التخان؟ انت فاكر السيسي لما طلع قال وبلاقي الناس تخينه والناس مش عارفه ازاي وعيب كده وما يصحش تبقوا تخان كده؟ فاكر الغنوه دي؟ انت فاكر بقى لما طلعوا غنوا عليها الاعلاميين؟ انت فاكر مين اللي جود فيها وشتم التخان؟ ريهام سعيد. انت فاكر ان ريهام سعيد اتاخدت كده واتحقق معاها واتسحب منها برضو مزاولة المهنة؟ اتفضل. الاعلاميين تمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة وتبلغ النيابة العامة. اغسطس 19. هل اختفت ريهام سعيد؟ رجعت تاني عادي جدا. رجعت بعد ايه بقى؟ بعد ما الدنيا هدت. عرفت اللعبة؟ يا دي الصعايدة يا فاهمين كويس. قصة ان انت تضرب الواد جامد قوي وتمنعه وتربطه لحد ما الناس تهدى. الناس تهدى نبقى نرجعه تاني. عارفين القصة دي حصلت في فيلم الهروب، برضه هو عاطف الطيب واحمد زكي. فاكرين الاخ محمد وفيق لما كان بيلعب دور اللي هو بتاع المباحث اللي جاي من بره، اللي يسيب الواد يهرب عشان يغطي على احداث تانية وبعدين يطلع احداث عشان يغطي على الهروب بتاع ال احمد زكي. القصة كده، نفس اللعبة بتتلعب عليك يا واد في الصعيد. نهدي الجو، الصعايدة ينبسطوا، وقفنا تامر امين عن مزاولة المهنة. احسن خبر عليها الطلاق بالثلاثة، احلى خبر. شوية ويطلع لك تامر امين. واتعلم بقى، اتعلم. خلينا نشوف سبوبة التصالح. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين همومي. بحلم افتح الاقي ليلك راح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طالع في مصر النار.